الاسبوع ده ان شاء الله معرض سيتيسكيب هيتعمل، والمعرض ده بيبقى فيه كم عروض هستيريه. المعرض السنه دي فيه اكتر من 80 ديفلوبر، فيه اكتر من 1000 مشروع، فيه اكتر من 40 ل 50 الف عميل متوقع ان هم يزوروا المعرض خلال الفتره بتاعته. الاضلاع المكونه للمعرض عباره عن ايه؟ ديفلوبر ومعاه فريق بيع محترم هيكون شغال معاه، بروكر ومعاه فريق بيع محترم، معظم البروكر شغالين بقالهم شهر كامل في الحشد لمعرض سيتيسكيب وبيعملوا كامبينز وبيكلموا العملاء، واكيد كلنا جالنا التليفونات الفتره اللي فاتت عشان العروض بتاعه سيتيسكيب. العميل اللي المفروض هيروح المعرض وهما الاثنين يجذبوه ان هو يشتري الواحد، كل واحد من دول لازم له خطه عشان يقدر يستفيد من المعرض، والا هيلاقي نفسه داخل المعرض ده بيلف في 4 قاعات فيهم كم شركات وبوثس شكلها لطيف، ويلم شويه البروشورز والشنط بتاعته ويروح وما يستفيدش حاجه. او البروكر هياخد عميل ويلف بيه ومش هيقفل معاه الوحده وهيمشي. البياع بتاع الشركه هيبقى قاعد في البوث بتاعه على مدى ال4 ايام واقف على رجله وقاعد بيقابل عملاء وبيقعد معاهم وما بيقفلش ولا ترانزاكشن. فلازم كل واحد يكون عارف ازاي هيستفيد من المعرض ده من قبل ما يروح المعرض. لو احنا قررنا ان احنا ناخدهم ضلع بقى، اول حاجه ضلع العميل نفسه اللي هو اهم ضلع، المعرض ده كله معمول عشانه. العميل، انت كعميل وانت رايح المعرض لازم تبقى عارف انت عايز تروح ليه، انت عايز تشتري ايه وليه. عايز اشتري للاستثمار ولا عايز اشتري للاستخدام؟ هشتري بقى وحده تجاريه، وحده اداريه، عياده، هشتري مكتب، هشتري محل، هشتري شقه. لما هاجي اشتري استثمار فانا مش هشتري الحاجه اللي على مزاجي، انا هشتري الحاجه اللي هتنفعني في الاستثمار. او هشتري للاستخدام، فانا عايز ابقى عارف المنطقه اللي انا هشتري فيها، ويست ولا ايست، ولا هشتري في العاصمه الاداريه، ولا هشتري في الساحل، ولا هشتري في السخنه. انا هشتري قدراتي الماليه عامله ازاي عشان اقدر اشتري اليونت ديت، المقدم اللي هقدر ادفعه قد ايه، الاقساط اللي هقدر ادفعها قد ايه. دي مواصفه مهمه جدا لازم اكون محددها من قبل ما اروح، وعارف الشركات اللي انا هقعد عندها كويس والشركات اللي هاخد فكره وانا ماشي. كمان مهم جدا يكون كل المعلومات عن العروض الموجوده في المعرض متذاكره من قبل ما اروح بشكل اجمالي، عارف انا العروض عامله ازاي. يعني مثلا المعرض فيه اكتر من 20 شركه عاملين عرض خاص لمعرض سيتيسكيب، زيرو داون بيمنت، مفيش مقدم اصلا. فانت لازم تكون عارف انا هشتري من مين لو انا حبيت استفيد بعرض الزيرو داون بيمنت اللي ما بيبقاش موجود في الفتره اللي بره المعرض. وفي شركات تانية لو انا معايا كاش عاملين خصم كاش كبير جدا، وهتلاقوا ال20 شركه اللي عندهم زيرو داون بيمنت والشركات اللي عامله خصم كاش كبير موجودين ومكتوبين في الديسكريبشن وفي الكابشن بتاع الفيديو للي عايز يستفيد بيهم وهو رايح المعرض في اي وقت. بالنسبه للبروكر او شريك النجاح وهو رايح المعرض وبيجهز نفسه ليه بقاله شهر كامل عشان البطوله دي اللي هي مدتها 4 ايام بس، لازم يكون مذاكر كويس جدا هو عايز يعمل ايه. انت لازم تكون جايب الكراسه الصفراء بتاعتك، مجمع كل العملاء السابقين بتوعك بلا استثناء، ولازم يكلم العملاء وياخد منهم بريف واضح عن كل طلباتهم واحتياجاتهم من المعرض، وهو يكون مذاكر العروض بشكل كويس. دي كلها اكسرسايزز وواجب لازم المفروض يقوم بيه قبل ما المعرض يتعمل اصلا. الضلع الثالث بتاعنا في معرض سيتيسكيب هو السيلز فورس الموجود في شركه الديفلوبر الموجود في المعرض. طبعا غير ان انت واقف على رجليك طول اليوم، غير ان انت مذاكر مشاريعك كويس جدا ومذاكر عروضك كويس جدا، غير ان انت المفروض تكون بتكلم كل الشركات اللي انت ماضي معاهم واللي عندك جروبات شغال معاهم عليها وبتبعت لهم العروض وكلام من ده، وبتقدر تكلم البياعين بتوعهم عشان تحمسهم يجيبوا العملاء بتوعهم. انت شخصيا لازم تكون عارف ان احد الكي بي ايز الاساسيه عندك هي معدل تدوير الترابيزه بتاعتك، انك ازاي تقدر تقفل البيعه بتاعتك بشكل سريع عشان تقدر تاخد بيعه تانية عندك في المعرض وانت موجود، وازاي ان انت تقدر تساعد العميل بتاعك على انه يحقق مستهدفه من الجوله بتاعته ويقفل الترانزاكشن عندك بسرعه، لان المعرض مدته قصيره، فكده كده لو ما قدرتش تقفل معاه غيرك هيقفل معاه. طب لو جالك عميل وقعد معاك في اول يوم وما لحقش يقفل معاك في اول يوم، لازم تبقى حاطه في الفولو اب كولز بتاعتك تاني يوم مباشرة، لانه تاني يوم في 88 عميل او 88 ديفلوبر موجودين في المعرض، كلهم هيتصلوا بالعميل بتاعك عشان يعملوا عليه فولو اب في تاني يوم على طول. فانت لو ما لحقتوش محدش هيستناك، هيقفل في مكان تاني. فالمعرض مدته قصيرة جدا، له اكسبايري ديت، فانت لازم تعمل فولو اب على العملاء بتوعك بشكل كبير جدا خلال فترة المعرض. وبعد المعرض
عندك من اسبوعين ل3 انت مكمل على كل العملاء اللي عدوا عليك داخل المعرض عشان تقدر تقفل معاهم الترانزاكشن على قد ما تقدر، ويكون مرتب حاله على ده. بالتوفيق للجميع سواء كان بروكر او عميل او ديفلوبر في معرض سيتي سكيب، واشوفكم على خير.